بسم الله بديت وعلى النبي صليت وبيه كلامي حليت وليكم يا حبابي بهاد الحكاية جيت. حاجتكم ما جيتكم على مراقبة ليا كانت ساكنة بجاية في زمن بكري، يقولوا باللي كانت قوية وعنيدة، راسها خشين وصريحة لكنها مولات حق، كان يسموها قورية. كان حاكم المدينة ما يحبهاش على خاطر كانت تقول رايها وما تخاف من حتى واحد، ودايما تعارضه وما توافقش على آراءه وقراراته. كثرت قورية من التمرد تاعها والمعارضة على كل كبيرة وصغيرة، حتى دخلها الحاكم للحبس. فاتوا عليها أيام وهي مسجونة، حتى غزاو المدينة غرباء ودخلوا ينهبوا ويسرقوا ويخربوا، وما سلم حتى واحد من شرهم. سمعت قورية واش صرا في المدينة نتاعها وقالت للحاكم خرجني باش نسلك الناس من هادو الغزاة، لكنه ما أمنهاش، ولما زاد طغيانهم في المدينة وما خلاو دار ما سرقوهاش الحاكم ما قدر لهمش. على هذا قرر يستسلم لقورية اللي طلبت منه يمدلها صندوق تاع ذهب باش يعاونها في المهمة نتاعها. وكيما كان الحال ادات معها الذهب، وكل ما تمشي خطوات ترمي شوي ذهب وراها، والسراقين قعدوا يتبعوا فيها ويلموا فيه حتى لحقت للبحر وهما يلحقوا فيها. دخلت وبعدت وهما مازالهم يتبعوا فيها حتى غرقوا كامل خاطر ما يعرفوش يعوموا، وهي منعت ورجعت للشط سالمة لأنها كانت عوامة بنت البحر. ولد المدينة كلهم فرحوا بها كي سلكتهم واستعرفوا بحكمتها وذكائها وقوتها، وشاعت أخبارها في القرى المجاورة، حتى وصل الخبر الفارس من قبيلة أخرى يسموه تيشي. عجبته شجاعتها وجاه الفضول باش يعرفها، راح لقبيلتها بتخبية وبقى يراقب من البعيد لعل يتلاقى بها. وفجأة خرجت قدامه بنت آية في الجمال، عرفها في الحين لأنه جمالها النادر كانوا يحكوا عليه الصغار والكبار. وقع فيها من أول نظرة وقعد يتبع فيها وهي رايحة للعنصر تعمر الماء، ولما لحقت دار روحو عابر سبيل عطشان وطلب منها ترويه. قالت له بركة ما تدير لي في القوالب، شفتك تتبع فيا، قول لي واش تحوس. هنا الفارس تيشي ما لقاش بد إلا أنه يعترف لها بإعجابه بها، ولما تبادلوا الحديث لقات فيه من الذكاء والرجولة اللي كانت تتمناهم في فارس أحلامها، ووقعت حتى هي في غرامه. لكن أهلها رفضوا علاقتهم لأنه من قبيلة معادية لهم وبيناتهم حروب، واتفقوا أنهم يزوجوها مع شاب من قبيلتها، لكنها تمردت كالعادة وهربت للجبل ونذرت روحها للعبادة وحراسة المدينة من أعلى الجبل، وتبقى عزباء طول حياتها طالما ما راحش تدي اللي تحبه. وبقات هكذا حتى ماتت، وقعدت أسطورة يما قورية حارسة بجاية يتناقلوها الأجيال جيلا بعد جيل، والسياح اللي يزوروا مقامها في أعلى الجبل بالمئات. والآن قولوا لي في التعليقات، زرتوا جبل يما قورية من قبل ولا لا؟ جيت